هاي يا حلوين، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل بقى تجهيزات وتزيين البيت لرمضان. فعايزه اوريكم الحاجات اللي انا طلعتها. طبعا انا هنا بس فضيت الكوفي كورنر كله، ويعني فوق المكنه كمان فضيته وكل المكان. وهبدأ ازوق لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه بصوا، انا طلعت اشكال الكوبايات اللي عليها رمضان. يعني دي الكوبايات اللي عندي، دول جايباهم السنه دي. يعني ده شكلهم. طبعا لو حد هيسأل عليهم دول منين، دول من تيوليب. فجايبه اتنين. دول جايباهم من تيوليب الاتنين، ودول بتوع القهوه العربي. ده كان طقم 6 عندي برضو فحطيته. وعندي هنا دي استكانات كده رمضان كريم. و عندي المعلقه بتاعه تقليب الاستكانه برضو في جولد فحطيتهم. والتمرية بنفس الديزاين بتاع الكوبايات دي. وطبعا بقى طلعت شوية فنانيس كده كتير واضاءات وحاجات نلعب بيها. وفضيت الكاندي جار اللي كانوا عندي. طبعا شفتوني في اول ما عملته كنت حاطه فيهم ايه، وبعدين في راس السنه عملتهم ديكور. وبرضو في رمضان تقريبا هستخدمهم اكتر كديكور، وهنحط فيهم تمر. فتعالوا بقى كده نبدأ نرص الحاجات دي ونشوف. هنبدأ نرص الحاجات دي. وكمان عندي شرايط زينة هنا. بفكر اعديها كده على الحيطة واشوف شكلها يطلع ايه. وبرضو ممكن نستخدم كده، يعني لو اضاءات بالشكل ده فممكن نحطها برضو. تعالوا بقى كده نبدأ نظبط. اول حاجة انا عندي هنا الاربعة دول. فانا عايزة احط الكوبايات عكس بعض، يعني كده. والكوباية التانية تكون عكسها عشان يكون شكلهم كده في المربع ده يعني. وهبدأ احط بقى. انا يعني لو تلاحظوا كل الموضوع ان انا عايز ادخل فوانيس كتير جدا. فهحط مثلا حاجة صغيرة هنا. ممكن نحط كده دي. تمام. وهحط بقى فانوس مثلا صغير. وممكن نحط مثلا شمعة او حاجة عشان ترد على الذهبي، بس يبقوا الاربعة فيهم من الذهبي يعني. هاجي بقى في الاتنين طوال اللي بعدهم. هحط الفوانيس الكبيرة دي. بصوا، ده اول لما شفته بجد حسيت ان هو قد ايه حلو جدا للكوفي كورنر. شايفين هو بيصب قهوة عربي فحبيته قوي. وهحط كده التاني مثلا بحيث ان يكون ده الشكل. تحت بقى هنا، يعني تحت دول. تحت بقى دول هبدأ كده هنا. عايزة احط مثلا فانوس. عندي الفانوس ده برضو على ذهبي كده. وممكن احط جنبه التمرية علشان تكون تحت الكوبايات بتاعتها. يعني يكون كده الكوبايات والتمرية بتاعتهم. ده انا هخليه هنا على الستاند يعني، فعشان كده بحاول احركه دايما. هنا عايزه احط بقى بقيه الكوبايات اللي عندي اللي انا يعني مطلعاهم، فممكن احط كده دول نظبطهم بس رمضان كريم. وجنبهم ممكن نحط ايه، ممكن احط التانية دي عشان تبقى يعني ردة على اللي فوق. بصوا شكله بدأ يبان قوي وبقى حلو قوي. تحت بقى مش عارفة لسه. ممكن احط كده فناجين القهوة العربي.
هبدأ احط بقى بتوع القهوة العربي. يعني عايزة اعمل بس حركة كده ما يبقوش الاتنين زي الاستكانة كده، ما يبقوش زي الاستكانات دول، يبقوا مختلفين شوية. وبرضو هرد تحت كده بالفانوس ده. هوريكم كده بس الشكل. يعني اعتقد كده كل الرفوف بتاعتها كملت وبقت يعني مناسبة للالوان اللي احنا عايزينها. تعالوا بقى نشوف كده فوق هنا هحط ايه فوق كده. بس علقت شريط زينة، وهبدأ احط شخصيات كده بتاعت بقى رمضان. حبيت احط بوجي وطمطم، يعني اغير بقى عن الفنانيس في الجزء اللي فوق. فيكون كده ده شكل الوحدة بتاعت المجات. بس طبعا لسه ما هعملها اضاءة هتبان. تعالوا بقى نعمل كده افكار للكاندي جار دول ونشوف هنحط فيهم ونشوف كده هنحط فيهم هنستخدمهم ديكور وهنستخدمهم للتقديم، وهنعمل فيهم افكار حلوة قوي. وطبعا هستخدم شوية الحاجات الصغيرة دي كده وهوريكم الفكرة مع بعض. هاجي في اول واحدة عشان دي مش هعمل فيها ديكور قوي، فهحط فيها تقديم اكتر يعني. فهوريكم فكرتين لحاجات ممكن نحطها فيها. اول حاجة ده كده التمور الطحان، بيبيعوا بالكيلو، تقدروا تجيبوا مشكل كل الاطعمة اللي انتوا عايزينها. طبعا في بقى محشية لوز، وفي عليهم شوكولاتة وعليهم حاجات تانية كتير. كده انا حطيت في ده تمر، طبعا مع القهوة اللي بيحب الطابور هيبقى عنده فرايتي كبير. تعالوا تاني واحد. انا عندي بن، بصوا كنت جايباه مش حاسة ان طعمه افضل حاجة يعني، فبستخدمه اكتر في الديكور. فهبدأ بس املى ده كده بالبن ده. ده تقدروا تروحوا اي مكان وتقولوا له ان انتوا عايزين نوع بن يكون رخيص للديكور، مش طبعا الحاجات الغاليه اللي بتتشرب. وهحط بس عليها حاجه كده تدي جو رمضان. بس هثبته كده في نصه، فيبقى حتى شكله في الاضاءه طبعا لما نهدي هيطلع حلو قوي. تالت جار بقى هعمله ديكور يتناسب مع اللي حواليه هنا، يتناسب مع اللي حواليه بقى الفنانيس وكده. فبرضو قلت هعمل فيه فكرة بالفنانيس. فانا عندي دول صغيرين وبيقعدوا كده، يعني تقدروا تحطوهم افكار كتير قوي في برطمانات او في اطباق تقديم. طبعا احنا عملنا بيهم السنه اللي فاتت افكار كتير قوي. الحاجات دي عندي بقالها سنين يعني. وهحط معاهم فرع نور زي ما انتوا عايزين بقى، عايزينه يبقى الوان، عايزينه اصفر. فانا دلوقتي اللي عندي بس الالوان، فهحطه وممكن ابقى اغيره بقى، مش عارفه بصراحه. لو لقيت اصفر خالص هحط دي وراهم كده مستخبيه. بس هنقفل على النور كده. شايفين شكلها طالعه جميله جدا جدا جدا. طبعا لما احطها معاهم بصوا شكلها حلو قوي، وشكلهم كده مختلف وبقوا جو رمضان اكتر وضيافه رمضان. اخر حاجه مش عارفه، ممكن نشيل الغطا كده من عليهم نشوف شكلهم. يعني هي اختي واقفه ورا بتقولي شيلي الغطا. ايه رايكم كده احلى ولا بالغطا؟ بس طبعا النور ده هلمه يعني عشان هو كده طالع على الحيطه. ممكن اخليهم كده دلوقتي عشان الهلال والنجمه دول يكونوا باينين، والفنانيس برضو باينه اكتر. وهشوف بقى. انا قلتلكوا برضو البن ده هو مش هشربه، والتمر مغلف يعني. الحوار كله برضو مفيش حاجه مثلا تتطرب في الاكل يعني. فكرة تانية للضيافة وللحاجات جنب القهوة، في ناس بتحب الشوكليت. فبصوا بقى ده لقيته حاجة تحفة من جالاكسي، وانا من عاشقين جالاكسي. مكتوب عليها حلويات عربية، بقلاوة وحلقوم اللي هو الملبن المفروض يعني، وحلاوة. بصوا وهي 3 قطع.
هحاول اعرف لكم هي بكام وهتكتب لكم، لان بصراحه مش عارفه هي بكام، يعني ب25 تقريبا. فانا الفانوس ده حسيت ان هيبقى شكله حلو قوي لو طبعا حطيت فيه شوكليت كده، وشوكليت برضو رمضانيه مش شوكليت عاديه يعني. بس يعني احنا ممكن نحط فيه كام واحده، مش لازم كتير، بس يبقى الفكره في الفرايتي. بصوا ده شكلها تاني لو حد عايز ياخدها سكرين، وانا جايباها من كارفور. اعتقد هتبدا تنتشر يعني، بس عايزه اقول لكم هجربها لسه وهدوقها، بس انا شفتها بصراحه ما قدرتش اقاوم يعني. إيه كده بقى ده شكله النهائي. عايزه اوريكم، شايفين كده الحيطه، وهنا حطيت بقى الاشكال كده دي. طبعا كل الانوار دي انا فتحتها يعني، ههدلكوا الاضاءه دلوقتي عشان تبان. وده حطيت تحت كده هلالين بينوروا، والكاندي جار. هنا حطيت من الاضاءة اللي حطيتها حواليهم، الاضاءة بقت صفرة. تعالوا اوريكم، ههدي بس الاضاءة. طبعا لو سلك الاضاءة ده شفاف هيبقى الشكل احلى. هنا في كبسولات قهوة لسه هشيلها علشان فوق المكنة يعني. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، والتنسيق كده بتاع رمضان عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.